تخيل تكون بأصعب أيامك، الدنيا مسكرة بوشك، وفجأة شخص بمدلك إيده وبيقلك أنا هون جنبك، لأنك بيوم من الأيام ما تركتني. أنت قدمت لي مساعدة بسيطة وقلت لي كلمة حلوة. فتخيل اليوم إنه هذا المعروف يلي أنت قدمته رح يرجع لك كفرصة عمر، أو كطبطبة على قلبك الحزين، أو يمكن ترجع كباب رزق ينفتح بوشك وانت بأمس الحاجة لإله. يا ميت أهلا وسهلا فيكم أحبابي وأصدقائي. أنا اليوم حابة أحكي معكم إنه كيف المعروف ما بيضيع، وكيف رد الجميل هو اللي بيفتح الأبواب المسكرة. هو رد الجميل مو بالضرورة يكون مال وهدايا، لا، هو الوفاء يلي بيخلينا نصدق إنه الدنيا لساتها بخير. يعني يمكن وردتك اللي زرعتها بمكان كله شوك هي نفسها يلي رح تمنع قلبك ينكسر تماما. هذا الشيء اسمه المعروف، يعني ممكن يكون على شكل كلمة طيبة، وقفة بسيطة مع إنسان تاني ممكن تغير كل مسار حياتك. يعني مثلا أنت تخيل شخص عم يعاني من اكتئاب حاد، وصلت معه للانتحار، وفجأة لقى حدا سمعه وقال له كلمة طيبة، قدم له مساعدة صغيرة، فهذا الشيء حتما خلى قلبه يرجع ينبض بالأمل، ورجع وقف على رجليه وصار أقوى وكمل حياته. فهذا هو المعروف. علمتني الحياة يا أصدقائي إنه الإنسان لازم يحفظ المعروف اللي تقدم له وما ينسى أبدا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لأن النسيان أو الإنكار بيخسرنا فرصة إنه نكون أفضل، يخلي قلبنا يصير أسود. يعني هذا الشيء هو مو بس احترام للناس اللي ساعدتك، لا، هو احترام للحياة نفسها. كل فعل طيب أثر على حياتك بطريقة كبيرة، فأنت اوعى تنسى هذا الفضل. وبنفس الوقت الإنسان ما لازم يكون مثل زمرة الدم أو نيجاتيف أو سلبي، دائما ياخد وما يعطي أبدا. هذا الشيء كمان هو لازم يتعلم كيف يقدم المعروف بس بدون ما ينتظر المقابل. لا تعمل خير وأنت عم تحسب وتستنى المكافأة. الحياة الذكية أحيانا بتردلك الجميل بطريقة أنت نفسك ما بتتوقعها، أو ممكن تكون نسيانة بس هي حتما ما رح تنساك. يعني باختصار احفظ المعروف اللي تقدم لك، وقدم المعروف اللي بإيدك من غير شروط. بهي الطريقة بتصير الحياة عبارة عن دورة من الخير وانت جزء منها. مع الأسف الشديد صرنا بزمان اللي تقريبا كل الناس بتقول اللهم نفسي، كل واحد مشغول بحياته بهمومه بمشاكله. بس الحياة رح تعلم درس كتير واضح، إنه حتى أصغر فعل أو عمل، كلمة طيبة، ابتسامة بسيطة، ممكن تصنع فرق بحياة شخص تاني. الأكثر غرابة إنه أحيانا أنت نفسك ما رح تعرف مين اللي عم يردلك الجميل، لأنه القدر رح يذكرك بطريقة ما بتنسى، رح يخلي قلبك يتذكر قيمة كل معروف أنت قدمته لحدا وكيف عم يرجع يتقدم لك. فمشان هيك يا أصدقائي باختصار شديد وختام لهذا الموضوع، كون على ثقة تامة أي شيء معروف أنت بتقدمه وجميل وأحسان، حتى لو كان بأبسط ما تملكه، مو ضروري أموال وحسابات بنكية، لا، فحتما رح ينردلك بطريقة أنت نفسك ما كنت متوقعة. وحتى لو أنت نسيت فالقدر ما رح ينساك أبدا. وبنفس الوقت اوعى تنسى الايد اللي انمدت لك وقت اللي كنت بأمس الحاجة لها. اوعى، اياك والانكار. وهلا اي حد عم يسمعني يسأل نفسه هذا السؤال: متذكر الشخص اللي قدم لك معروف لساتك مدين له بكلمة شكرا؟ فاذا ايه، ابعت له هذا الفيديو وقل له انا لساتني متذكر خيرك. تعتوتو. أنا يا أصدقائي إن شاء الله ما أكون طولت عليكم، وأنا بحبكم كتير كتير كتير. وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك. هي توتو إجت تسلم عليكم، بتقلكن حطوا لايك.
إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي. تضلوا بألف خير وبأمان الله.